السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل سعادة. أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، تكونوا جميعا كلكم بخير يا رب. متابعين هتخس مع هبة الله. وحشتوني كتير جدا جدا جدا. و آه خلصنا التحدي الكرش اللي هو كان تحدي الرمان، وهنبدأ نعمل نظام جديد. النظام اللي نازلين بيه النهاردة نظام مش قاسي قوي، ظريف كده، مدته 3 أيام، وبرضه النتيجة بتاعته حلوة جدا جدا، ولكن طبعا مع الالتزام. دايما بتبقى النتائج اللي بتشوفيها بترجع لالتزامك انت، التزامك بالنظام، التزامك بعدم التبديل، التزامك بشرب المية، التزامك بالرياضة، التزامك بانك مظبطة نومك، مظبطة حالتك النفسية. طبعا كل ده بيفرق معانا في النظام جدا جدا. طيب النظام بتاعنا مناسب لجميع الأوزان، الأوزان الكبيرة تقدر تتبعه والأوزان الصغيرة تقدر تتبعه. نسبة النزول طبعا دائما بنقول الأوزان الكبيرة بتنزل أكتر من الأوزان الصغيرة، وكله بينزل. اللي وزنها فوق 100 غير اللي وزنها تحت 100، غير اللي وزنها 60 كيلو غير اللي وزنها 70 كيلو. طبعا بيفرق الوزن آه من وزن لوزن. التحدي بتاعنا او النظام بتاعنا، كلمة تحديات ديت مش معناها ان هو نظام قاسي، لا، هي الفكرة ان هي بتبقى عملية تشجيعية مش اكتر، لكن في النهاية هو نظام دايت. ولكن ما بنحبش نعمل انظمة طويلة مدتها شهر واتنين واسبوع واتنين، الناس بتزهق، فبتبقى دايما حابة تغيير. انا شفت التحدي ده مدته 3 ايام، لا هلتزمه سريعا سريعا كده 3 ايام هلاقي معاه نتيجة في شكلي في مقاساتي، فبالتالي بيبقى محبوب اكتر من ان احنا نعمل نظام طويل الناس تزهق منه. النظام بتاعنا مدته 3 أيام. قبل ما نروح للشرح، انا الانظمه بتاعتي بكون مكتوبه، وطبعا دي يعني نادرا لما بيكون حد بيعملها هنا على اليوتيوب. ببقى كاتبه لكم النظام في ورق، وبسيبه في اخر الفيديو مع الشرح بتاعي عشان نبقى فاهمين احنا ماشيين ازاي بالظبط، وايه اللي ممكن يتبدل وايه اللي ممكن ما يتبدلش. او قبل ما نروح، النظام اسمه النظام الشتوي، بمناسبة ان احنا في الشتاء، وطبعا الشتاء فرصة حلوة جدا 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 ان احنا نخس، فانا سميت النظام اسمه النظام الشتوي او التحدي الشتوي. أم- قبل ما نروح نشوف الشرح بتاعنا مكتوب ورق على النظام. ما تنسيش تعملوا لنا لايك للفيديو، وتعملوا اشتراك للقناة لو كنت أول مرة بتشوفيني، وعاوزة تظبطي وزنك أو عاوزة تثبتي وزنك أو تتعلمي الأكل الصحي أو تتعلمي الحياة الصحية. انزلي حالا دلوقتي اعملي لنا اشتراك للقناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسوش اللايك، اللايك بيرفع الفيديوهات. ويلا بينا نروح نشوف النظام بتاعنا هيكون ازاي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونستعين بالله ونبدأ في النظام بتاعنا. مدته 3 أيام، مناسب لجميع الأوزان، ولكن طبعا اللي بترضع أو حامل بلاش منه، لهم أنظمة خاصة بيهم. النظام بتاعنا هنصحى من النوم، ناخد كوبايتين ميه ومعلقه عسل على الريق. لو حابين نعمل النظام صيام متقطع مفيش مشكله خالص، هنصوم 16 ساعه من اخر حاجه اكلناها، واول ما نصحى من النوم لو لسه ما خلصناش ال 16 ساعه نفضل صايمين، ما نفطرش، نشرب مشروبات حارقه، شاي اخضر، قرفه، جنزبيل، قهوه بدون سكر، شاي بدون سكر. خلاص خلصت 16 ساعه صيام، هنبدا ناخد الوجبات بتاعتنا. وطبعا اللي حابب يعملوا نظام عادي من غير صيام متقطع مفيش مشكله تماما، ده معانا وده معانا، والاتنين هيخسوا. بعد ما خدنا كوبايتين المية ومعلقة العسل على الريق عشان ننشط الحرق بتاعنا، الفطار بتاعنا هيكون عبارة عن 2 بيض مسلوق، واحدة شريحة توست شوفان أو شريحة توست بني. هنعمل نسكافيه بلاك ولكن بربع كوباية لبن، ربع فنجان لبن. نقدر نعمله نسكافيه بلبن أو شاي بلبن أو قهوة بلبن، ولكن ناخد بالنا لينا ربع كوباية، ربع فنجان لبن فقط، مش لينا كوباية هنا في النظام ده، ربع فقط، ناخد بالنا من الكمية. طيب البيض المسلوق نقدر ناخده مسلوق، نقدر نعمله اومليت، ولكن طبعا بدون اي دهون تماما. التوست البني او التوست الشوفان نقدر نبدله بربع رغيف بلدي او نص رغيف سن، مفيش مشكله تماما.
هنيجي للغدا بتاعنا. عندنا 2 شريحة لحمة مشوية أو صدر دجاج مسلوق، وهناخد معاهم 4 معالق مكرونة أو 4 معالق رز مسلوق يكون معمول بطريقة صحية. وطبعا عدد المعالق دي بناخدها بعد التسوية. تعملي المكرونة أو الرز وهتعدي 4 معالق من اللي انت بتاكلي بيهم، مش اللي بنغرف بيهم. طبعا اللي بنغرف بيهم دول كارثة، احنا كده ضيعنا سعرات النظام. وهنعمل طبق وطبق خضروات، يعني سلطة بقى، خس، خيار، جرجير. نقلل الطماطم، نقلل الملح زي ما اتفقنا. اللي حابة تعمل خضار معمول بطريقة صحية مفيش مشكلة خالص. العشاء بتاعنا هنعمل طبق سلطة ونحط عليه معلقة خل تفاح صغيرة. لو مش متاح مفيش مشكلة، ما تكلفيش نفسك وتجيبي اللي موجود عندها. هتحط معلقة صغيرة عشان ننشط الحرق، هنحطه على السلطة بتاعتنا. وهناخد علبة زبادي بالخيار، هنجيب علبة الزبادي ونبشر عليها الخيار وناكله كده بالمعلقة. والسلطة بتاعتنا هنحط عليها معلقة صغيرة خل تفاح لتنشيط الحرق. وكده دي ال3 وجبات بتوعنا. طيب وقت الجوع نقدر ناكل خس وخيار فقط بأي كمية وفي أي وقت. وقت الجوع مهم جدا جدا عشان نلاقي نتيجة كويسة. نشرب من 2 ل 3 لتر مياه، ونحاول نمشي ساعة يوميا، ساعة يوميا. يعني فيه اللي هيقول طب هو لازم الساعة دي تكون متواصلة؟ لا، مش لازم. لو قدرنا ناخد نص ساعة الصبح ونص ساعة بالليل. المهم ان احنا نحاول نعمل رياضة مع النظام عشان نلاقي نتيجة كويسة. وربنا يوفقكم جميعا. النظام سهل وبسيط، مدته 3 ايام، وبعد ال3 ايام هنغير النظام تاني. يا رب يكون النظام عجبكم ويكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو. لو اول مرة بتشوفوني اعملي اشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد. كان معكم أدمن هبة الله، أدمن جروب هتخس مع هبة الله، وقناتكم على اليوتيوب هتخس مع هبة الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Conquering